ربنا يخليك يا كابتن، ربنا الله يكرمك. يخليك يا حبيبي يا رب. كابتن شوقي، يعني عايز اقول لحضرتك ان كل الناس قاعده دلوقتي بتحلم بتفكر شكل منتخب مصر الفتره الجايه، جيل جديد، تغيير الدم، ناس هتعتزل، ناس هتكمل سن صغير. عايز تقول للناس ايه؟ توعدهم بمنتخب قوي، تقول للناس اصبروا على المنتخب، وجهه نظر حضرتك؟ بص طبعا يا سيدي، يعني انا اقول لحضرتك حاجه بصراحه. احنا لازم نعترف ونقول بكلمه، نقول ان احنا مش يعني استحاله ان انا اقدر اقول لك دلوقتي ان احنا هنبتدي من الصفر. مفيش حاجه اسمها نبتدي من الصفر. احنا بنبتدي من منهى مستر برادلي. يعني الخطوه الاخيره بتاعت مستر برادلي اللي نهى بيها هو والجهاز معاه المحترم، الناس المحترمين دول اللي نهوا بيها الفتره دي، وبتقريره وبحاجته اللي كان طبعا اكيد سبب في الاتحاد وكل حاجه ونطلع عليها ونشوفها. نبتدي احنا الخطوه اللي بعد كده ايه؟ لازم نبتدي بخطوه بعد كده. نبقى عارفين ان احنا قدامنا بطوله في افريقيا 2015، عندنا بطوله 2017 في تصفيات كاس عالم، في كاس عالم 2018 في مرحله كامله. المرحله الكامله كلها دي حتى كاس العالم 2015 2018 باذن الله دي لها امور. الرانكينج بتاع الاتحاد بتاع مصر لازم يوصل لايه؟ اللعيبه المتوسطات برضو بتاعها. انا مش عايز واحد يقول اصل اللعيب ده كبير واللعيب ده صغير واللعيب ده عنده كام سنه واللعيب ما عندوش كام سنه واللعيب الكلام ده، لان في النهايه اعطاء اللعيب داخل الملعب هو اللي هيحكم بكل حاجه. وعندنا لعيبه كبيره. يعني انا عايز اقول في وقت من الاوقات احنا في بطوله زي بطوله 2006 استعنا بالكابتن حسام حسن كقائد وكليدر في المجموعه اللي كانت موجوده لقياده الجيل. كان لسه في احمد فتحي، وكان في محمد شوقي، وكان في لعيبه كتير صغيره الله يرحمه محمد عبد الوهاب، وكان في مجموعه كبيره لسه اول يعني ما بقالهاش عمرها الدولي سنه وسنتين او اي حاجه، وكان في قائد كبير بيقودها. برضه نفس الوضع ده يا كابتن سيف. انا بقول لازم نبتدي من نزل مصر الحمد لله. وانا بقول لك بصراحه عندنا لعيبه كتيره، عندنا لعيبه كتيره كويسه، عندنا لعيبه كتيره ممكن تفيد الكره المصريه، عندنا لعيبه سعيد طبعا باللقطات اللي بتيجي واللجوان بنشوف اللعيبه دي. ولو تشوف اعمارها في الوقت ده كان قد ايه، كان متوسط صغير جدا. وعندك الناس اللي موجوده اللي هي بتعمل الدفع اللعيبه دي. عندنا اللعيبه اللي عندنا دي لازم نستفاد منها. لازم يبقى في عندنا مدربين كبار بيشتغلوا في الانديه، لازم هيبقى في وجه تعاون كبير معاهم. اللعيب اللي عنده ده لعيب ايه، هو معاه مع المدرب ايه، تنفيذيا تكتيكيا مع المدرب ايه، هل بينصاع لكل شيء، هل بيبقى عنده حاجات كثيره. اوقات التجمعات بتاع المنتخب من خبرتي وشغله الطويل بتبقى اوقات كلها صغيره ما عدا النهايات بس يا كابتن سيف. فلازم في الوقت ده يبقى انت كل معلوماتك محاصره من مشاهدتك ومن رؤيه المدير الفني اللي بيشتغل في الانديه دي. الناس اللي لازم نتعاون كلنا مع بعض ان احنا نبني تيم لمصر يلعب لغايه السنين دي ويلعب ما بعد ذلك. وانا عارف ان في مخطط في الاتحاد الحمد لله بالاعمار الصغيره، زي التيم اللي هيبقى المنتخب الاولمبي، والتيم اللي هيبقى مع مثلا منتخب الشباب مع كابتن علاء ميوب، والتيم اللي هيبقى منتخب الناشئين مع الدكتور محمد علي، والتيم اللي هيبقى مع كابتن معتمد. الحاجات دي كلها لما تيجي هتلاقي يعني لو بنتكلم على التيم حتى اللي مع الكابتن علاء اللي هو مواليد 95، لما 95 ده لما تيجي في 2018 يبقى عنده 23 سنه. 23 سنه ده يعني ممكن يكون عطاؤه كبير، وعطاؤه مستعد للعطاء بقوه في منتخب كبير. فلازم يبقى الاهتمام بالحاجات دي عشان نقدر نوصل للهدف اللي موجود. احنا بقالنا فتره ما بنوصلش بطوله افريقيا خالص. لازم نراجع نفسنا ليه احنا ما بنوصلش، لان بقالنا فتره بنخش في الرينكينج بتاع الثاني، وممكن نقرب كمان من الرينكينج بتاع الثالث اذا ما كناش نلحق نفسنا ونعمل برنامج طموح وبنعمل برنامج يساعدنا على كده. والحمد لله يعني انا شايف كل حاجه ممكن تتعمل وكل حاجه ممكن تبقى متاحه في سبيل ان احنا باذن الله نخلق تيم زي التيم اللي كان موجود وقدر يجيب لمصر 3 بطولات. يبقى التيم اللي موجود ده يرجع مصر للوقوف على حافه البطولات باذن الله والوصول لكاس العالم. كابتن شوقي، بعض المواقع ابتدت تكتب خبر غريب شويه، قالت ان ممكن يكون العامل المادي يعني سبب عائق لتعاقد الكابتن شوقي غريب مع اتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره قال ان هو يعني برضه احنا فضلنا المدرب المصري نظرا لظروف ماديه. بمنتهى الصراحه كده، ممكن اتحاد الكوره وهو بيتفاوض مع حضرتك تختلفوا في الماده، وهذا ممكن ان حضرتك ما تبقاش مدير فني، ولا رايك ايه؟ بص يا كابتن سيف، اتفضل. في ناس كتيره
بتبقى المهم عنها عندها المقابل المادي. اسم منتخب مصر واللي درب منتخب مصر لازم يبقى فيه تضحيات كبيره، لان المكان نفسه الوصول له مش مكان صعب، مش مكان سهل. الوصول له مكان صعب جدا. المكان الصعب ده ان انت تتبوأ هذا المكان او تبقى موجود على راس هذا الجهاز او تبقى موجود على راس هذا الناس دي. في ناس كتير عندها استعداد تدفع فلوس انها توصل للحاجه دي وتوصل حاجه للمكان ده. عمر استحاله ما يكون بيني وبين منتخب بلدي وبيني وبين الاتحاد وبيني وبين اي حاجه كلام في اي عائق مادي نهائيا خالص، نهائي. لان الموضوع ده انا بعتبره بالنسبه لي انا كشوقي غريب او كمدرب، وباذن الله هيبقى بالنسبه للجهاز اللي بيشتغل معايا هيبقى نمره 10 في الترتيب بتاعنا. مش هيبقى نمره 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 7. في مهام كبيره مطلوبه مننا. وعايز اقول لك يا كاتسي برضه حاجه، وانت كنت معاشرنا وشايفنا. احنا في فتره من الفترات في اتحاد الكوره لما كان مرتباتنا وصلت لمرتبات فعلا كانت مرتبات كبيره، وصلت بعد ما حققنا 3 بطولات ب3 انجازات. يعني الموضوع مش موضوع مرتب ايه وفلوس ايه، الموضوع كل ما انت حضرتك بتعمل انجاز وبتجيب في بطولات، كل ما العائد المادي في الاتحاد بيكتر والعقودات بتكتر والحاجات بتكتر والماتشات بتكتر، وتقدر. احنا وصلنا ان احنا كنا بناخد في كل مباراه من الكليه 175,000 دولار، غير فلوس بس، غير بوكت ماني، غير تذاكر طيران، غير اقامات، غير الكلام ده كله. كنا بنحقق كل الكلام ده. فكان عشان كده اتحاد الكوره كان بيقدر يعوضك ماديا للجهاز والمدربين والكلام ده. لكن لازم نعرف دلوقتي ان انا قلت احنا بنبتدي من منهى مستر براد. احنا بعيد عن المشاركه في البطوله الافريقيه اللي كانت في 2012، بعيد عن المشاركه في البطوله الافريقيه اللي كانت في 2013. النهارده عندنا بطوله 2000. لازم نرجع تاني نقول يعني احنا عندنا تيم كبير وعندنا لعيبه كويسين وعندنا حاجات، لكن بالنسبه لانك بتلعب على البطولات احنا بنبتدي لسه يا كابتن سيف، بنبتدي، مش بنقول احنا بنبني، لا احنا بنبتدي. لكن لازم نرجع تاني. لكن عمليه الفلوس دي اذا كان حد بالنسبه لي انا كمدير فني او بالنسبه لاي حد يرغب وهيبقى يعرف يشتغل معايا، هيكون عنده يتكلم في هذا الموضوع، انا ما برغبش انه يشتغل معايا ايا كان مهما كان اتفاقته. كابتن شوقي يعني مش عايزك ان اهم من اي حاجه. مش عايزك تخلص بقى كل الكلام، لان انت ضيفي بكره ان شاء الله باذن الله.